صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. النهاردة عملت السميط التركي كده معاكم، وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا، مش هتكلفنا أي حاجة، وزي ما احنا شايفين كانت عجينة ممتازة وطرية جدا وهشة، مش كاتمة خالص. يلا نشوف الوصفة السهلة البسيطة قوي دي اللي مش مكلفة هنعملها ازاي. زي ما احنا شايفين كده، وكانت مستوية وهايلة جدا، وهتخرج لنا كمية حلوة قوي من كيلو الا ربع دقيق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سميطة كده كانت مالية مركزة، مش خفيفة زي بتاعة الأفران، يعني تستاهل التجربة. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. معايا كيلو الا ربع دقيق منخول، ومعايا معلقتين سكر حبيبات، وكمان كيس خميرة فورية اللي هو 12 جرام. انا في الوصفة دي مش هستخدم لبن، انا عايزاها وصفة اقتصادية 100%. يبقى هنستخدم مية. معايا هنا كوباية وربع مية عادية خالص من الحنفية، وهبتدي انزل بكيس الخميرة بتاعي ومعلقتين السكر الحبيبات. هدوب السكر والخميرة في المية. لو انتي عايزة تخليها غنية شوية ممكن تستخدمي لبن، لكن انا مش عايزة استخدم لبن المرة دي. حبيت ان انا اعملها اقتصادية معاكم عشان تشوفوا قد ايه هي سهلة ومش مكلفة، وكمان ينفع نعملها في البيت بمنتهى السهولة. هتنفعك وهتنفع الولاد سواء في الفطار او في العشاء. الواحدة من دي احلى كتير من بتاعة الافران. بتاعة الافران بحسها صغيرة قوي ومش مخدومة كويس، مش هتبقى حلوة زي ما انتي تعمليها اكيد في البيت. هنزل هنا بكيلو الا ربع دقيق. كيلو الا ربع دقيق يعني مش هيبقى غالي خالص، ممكن يكون ب15 جنيه او اقل، بس هتخرجي كمية حلوة. هدوب كده الدقيق بالمعلقة في المية والخميرة والسكر اللي انا عملتهم في البداية. بعد كده هستخدم ايدي وهعجنهم، مش هياخدوا حوالي 7 8 دقايق عجن كده، لان الكمية مش كتيرة. الدقيق كميته بسيطة، كيلو الا ربع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو المية بتاعتك كده قليلة، هبتدي اجيب مية تاني لغاية ما العجينة بتاعتي تبقى مظبوطة، عشان في دقيق بياخد مية وفي دقيق ما بيبقاش محتاج سوائل كتير. هاخد كده شوية بشوية، وهبتدي اشربها كويس عشان العجينة تبقى حلوة كده ولينة معايا. كده خلاص انا كنت خلصت عجن، وهسيبها ترتاح، ولما يتضاعف حجمها ابتدي اشتغل فيها. في البرد بتاخد وقت شوية، نص ساعة ساعة الا ربع. في الحر ما بتاخدش وقت خالص. كده خلاص هي بقت تمام قوي، خدت وقتها. هبتدي اخرجها علشان اقطعها قطع مناسبة قد بعضها. اهم حاجة تكون القطعة كلها قد بعضها، علشان ما ينفعش تبقى واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. كده خلاص انا كنت قطعتها زي ما هعمل كده بالظبط. دي اسهل طريقة. هاخدها كده وكل واحدة هبتدي اكورها كده بالطريقة دي، واخليهم قدامي علشان ابتدي اشكل بكل سهولة. القطعة دي كانت كبيرة شوية، هبتدي اصغرها وانا شغالة. الكيلو الا ربع ده ممكن يخرج لك 8 9 قطع على حسب تقطيعتك. ال9 قطع دول لو انتي اشتريتيهم من بره من الفرن، طبعا مش هيتكلفوا ال15 او ال20 جنيه بالخميرة، هدفع فيهم اكتر. دول كمان 10. تمام كده. فانتي الحاجات دي بتبقى اقتصادية في البيت. اهم حاجة ان احنا ما نكسلش ونعمله في البيت. دول معلقتين عسل اسود، هضيف لهم فنجان صغير مية،
وهبتدي ادوب العسل في المية بالصورة دي، علشان بعد كده هنزل فيه السميطة بتاعتي عشان السمسم يمسك فيها كويس. بعد ما ادوب العسل والمية في بعض كده كويس، هبتدي اشكل السميد بتاعي. وصفة مفيش اسهل منها بصراحة، سهلة 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 جدا جدا ونتيجتها هايلة خالص. انا بحب جدا اعمل السميد ده، بينفع قوي قوي في الفطار وفي العشاء. لو اخدتي معاه فنجان شاي، لو حتى كلتيه مع جبنة مع مربى، بتبقى الحاجات دي حلوة قوي في البيت. هتعمليها بنفس التكنيك ده، يمكن التصوير افضل كتير من الشرح. لو انتي عايزاها مضفرة هتعملي نفس التكنيك ده كده، هتلفيها كده وهبتدي ادخلها في الدايرة اللي كانت نص السميطة في البداية، وهدورها كده تدويرة كده عشان ما تتفتحش مني. واهم حاجة ان احنا منسيبهاش ضيقة، نوسعها شوية علشان السميطة تبقى مظبوطة. وبعد كده هنزل بالمية اللي بالعسل، وبعد كده في السمسم. زي ما احنا شايفين كده بنفس الصورة دي. وهتفضل في الصينية حوالي 10 دقايق مش اكتر لغاية ما الفرن يسخن. وبعد كده هبتدي ادخلها على طول الفرن، يعني مش هسيبها تاني في الصينية بتاعتي اكتر من 10 دقايق. برضو بنفس الطريقة هعمل معاكم كمان واحدة، لان دي من الوصفات السهلة قوي 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 والمفيدة قوي برضو، اقتصادية فعلا. ولو بتعمليها في الاجازة ممكن ولادك يساعدوكي لو انتي عاملة كمية يعني اكتر من كده. بنفس الطريقة السهلة البسيطة دي هتعملي كده. تدخليها بنفس الصورة دي كده. عايزة توسعيها شوية وسعيها، مش عايزة هتنزلي على طول في المية بالعسل وبعد كده السمسم، وبعد كده هتحطيها في صينية التسوية على طول. وبعد ما تخلصي اول صينية ضروري ضروري يكون الفرن سخن، لان مش هنسيبه كتير. عايزة تستني وتسيبيها 10 دقايق سيبيها، بس مش اكتر من كده. كده خلاص كانت استوت كل الكمية بتاعتي. وانا ضفت الصواني دي كانت في الرف الاوسط، وكانوا بالصورة دي كده. يا رب الوصفة تعجبكم، ولو مش مشتركين ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي. يا رب كل الناس اللي بتشاهدني على اليوتيوب او على الفيس يكتبوا لي تعليق حلو، وما تنسوش اللايك. يا رب كل الوصفات تعجبكم وتستفيدوا منها. وزي ما قلت لكم لو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، سواء في البيت سواء جولات برا. يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وكل وصفات يا رب تفيدكم.